عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا ربي. كما العادة نبداو الفيديو متاعنا بالصلاة على رسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شنو أحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم فيديو جديد. اليوم حبيت نعيشكم معايا أجواء قبل شقان الفطر، تحضيرات الطاولة متاعنا، قليل البريك، جو ذاك الكل. اقعدوا معايا تفرجوا في الفيديو حتى للآخر، حتى من المدفع كي ضرب صورته لكم كل شيء باغ ديتاي. لهناك حبيت نوريكم شنو طيبنا. عنا شوربة شعير، مرقة جلبانة، سلطة أم كحورية، وزدنا عملنا سلطة خضراء وزيناها بكعبات مات سوريز. او عملنا انواع مختلفه متاع سلايط باش كل واحد ياكل اللي يحب عليه. لانك عندنا سليطه مشويه، لازم منه كسحن فوق الطاوله متاع سلطه مشويه، عليه شويه زيت زيتونه، شويه تون. ولهناك الحشو متاع البريك حضرته دونك على بكري. لهناك بديت نعبي في سلطه خاطر وقيت المغرب قريب يأذن. بديت نعبي في سلطه مشويه. لهناك حسيلو كل سليطه باش نحطها في زوز أصحنة ونزينها من الفوق بشويه زيت زيتونه، شويه تون. ميسالش كي نعملوا حاجه هكا مزيانه وبيان بريزونتي، خاطر بالحق واحد صايم وماذا بيك يجي ياكل حاجه مزيانه في المنظر وفي النكهه الزوز. حتى كي نحطوا الطاوله متاعنا نحطوها بطريقه مزيانه، ميسالش تجيب لنا هكا شهيه للماكله. لانيك باش نعبي شويه زيت زيتونه، نحط فوق سليطه شويه زيت، وباش نزينها بشويه تون وكعيبات زيتون. حسيلو جاتي ياسر بنينه، ماهيش حاره. وسلطة المشوية من الحاجات اللي لازم تكون موجودة عنا فوق الطاولة في شهر سيدي رمضان، كيما البريك هكيكا بالضبط، والشوربة لازمها تكون موجودة. لهناك خذيت سلطة أم كحورية اللي هي السفنارية. طريقتها سهلة برشا، تصمت السفنارية وبعديك تفوحها بملح تابل، تحط زيت هريسة، تحلها في شوية زيت زيتونة وكهو. دونك هذه طريقتي في التفويح. تحط شوية ثوم كهو. عبيتها في اللصحنة متاعي وباش نحط عليها شوية زيت زيتونة أخرى للتزيين، هي ديجا راهو في وسطها زيتونة وكهو. دونك سامبل، ما نزيدش عليها حاجات اخرى. جست لهناك باش نحط بعد شويه معدنوس من الفوق للديكوراسيون. وتوا باش نعبي سليطه الخضراء. كيما شفتوا راني انا جست نفوحها بشويه ملح وما نحطش فيها زيت ولا حتى شيء. وقت نجي نقدمها كوقتها نحط فيها الزيت جست باش ما تليثليش، خاطر كان حطيت فيها الزيت في البول غاديكا باش تليثلي من هنا لشقان الفطر. دونك دو بريفيرونس قصوها، فوحوا شويه ملح مثلا ونعناع وخليوها هكاكا. بعد كي تجيو تعبيو في الصحنه حطوا الزيت نتاعكم، ولا كان تحبوا تحطوا القارص ولا الخل. وزينتها بطومات سوريز من الفوق وحطيت شويه تون وضربت زيت الزيتونه هذيك من الفوق باش تعطيها كالنكهه البنينه ما تبداش شايحه. لهناك مشيت للطاولة، بديت حاسيلو نزين، حطيت المغارف متاعي، لصحنة كل واحد قدامه لصحنة متاعو، حطيت سليطة بيه كيكا. كي تكون الطاولة منوعة كل واحد ياكل حاجة اللي يحب عليها. ولهناك جيت نحضر في البريك. نيتوه لهناك كيفاش عملت. خديت ورق الملسوقة قصيتهم على 2، وبعديك خديت البارتي شفتوها نثنيها شويه مكدوره هذيك، وبعديك نحط الحشو وندورها كيما كعبه الصمصه اما هي كبيره. حطيت زيت يسخن وبديت نقلي في البريك لانك حسيلو نزرب خاطر شي المغرب قريب يأذن. هكا ميم طون نحضر كعبات البريك ونقلي فيهم باش ما نتعطلش. لهناك كعبات البريك متاعي تقلي وهزيتهم، وميم طون نحط في كعبات البريك الاخرين كي تفرغ عليا المقله نحط كعبات البريك الناي. حاسلو باش نقلي كعبات البريك الكل متاعي لهناك سي بون. حطيت طرونشيت قارص، رشه معدنوس للتزيين، ولهناك سخنت المرقه جلبانه وبديت نعبي فيها.
ديما نحاول اني نخلي اخر حاجة تعبية الماكلة باش تقعد سخونة. كي يقرب المغرب مثلا بدرجة درجين نعبي المرقة متاعي ونحطها على الطاولة لهناك، كيف الشوربة سخنتها وصبيتها تقعد سخونة حتى تحسلوا كل شيء في الطاولة. هناك قعد لي هكيكا شوية وقت قبل المغرب، حسيلو قلت خليني نغسل الماعن متاعي هكيكا. بعد شقان الفطر تبدا الكوجينة نظيفة وما عندي حتى شيء في اللافابو. هكيكا انا نحب ديما ننظف الكوجينة، نفرغها ورجع الماعن لبقاياها من بعد شقان الفطر. هكا يقعدوا لي كل الماعن متاع اللي كلينا بيهم، ما يبداوش عندي ماعن اخرين. بالحق جربوها الطريقة هذه تراو كيفاش الكوجينة تخف وما تبداش داخله بعضها، ويبدا كل شيء يشد بقعته وتسهل عليكم انتوما زاده المأمورية. غسلت الماعن الكل 12 باش نشفهم ونرجعهم لبقاياهم. نظفت اللافابو متاعي، حسيلو هكاكا نمشي نشق فطري وانا مرتاحه ومتهنيه على الكوجينه متاعي وامورها واضحه نظيفه تهبل. لهناك ذكرت كعبات الدقله، مشيت غسلتهم وحطيتهم في صحين باش نحطهم فوق الطاوله. واكيد ما ننساش الغاز بعد ما قليته كل طرش الزيت. حاسيلو حاولت اني نخلي الكوجينه نتاعي نظيفه، ما نخلي فيها حتى وسخه، حتى الغاز نظفته كل شيء مسحته ورجعت كل شيء لبقعته. بعد يقعدوا لي كل الماعن هذوك ما نغسلهم ونشفهم نرجعهم لبلايصهم. هكاكا الحقيقه انا هكاكا ملف سنين هكاكا نعمل، ولفت بالطريقه هذيك قعدت فيا. لهنا هيك كملنا سقينا الفطر بتاعنا وجيت للكوجينة باش نغسل الماعن الكل. وبيان سور بعد ما نغسلهم باش نشفهم نرجعهم بقعتهم هكاكا تبدا الكوجينة نظيفة. وحتى اذا كانت مثلا من الغدوة تقوموا باش تحركوا الا حاجة تبدا كوجينتكم نظيفة دباشكم راجع في بقعته ما تتعبوش. خاطر بالحق الصباح كي تقوموا في شي رمضان العبد يقوم تعب فاشل، ولا عبد ماشي يخدم وكل ما عندوش الوقت باش يقعد يغسل في الماعن ويقعد يرجع فيهم في بقعتهم. دوك من الليلة هكا حطوا اغسلوا ماعنكم ورجعوهم لبقاياكم هكاكا طريقة خير. بالنسبة لي انا الحقيقة ترتاح برشا وتبداو منظمين حتى في كوجينتكم. بعد باش تعملوا قهوتكم تبدا الكوجينة نظيفة. بالنسبة لي انا الطريقة هذه ناجحة برشا. وراي الحكاية هذه ما تشدش برشا وقت، يعني اذا كان تقولوا انتم ما عندناش وقت والا حاجة ليه ما تشدش برشا وقت. مين با تغسل الماعن وبعد تنشفهم ربع ساعة 4 دراج الكوجينة متاعك تكون نظيفة وتربحك في برشا وقت وترتحك من برشا تعب. والماكلة اللي تفضل لي نحاول اني نحطها في ديكوفير والا نفرغها في نحيسة صغيرة ونخليها تقعد الغدوة مثلا. يعني ما تبداش عندي طنجرة كبيرة وقعدت لي شوية شربة نخليها في الطنجرة هيك لا، نحاول اني نحطها في مثلا حيسة صغيرة كي نحسها خير. ولهنا هيك بعد ما غسلت الماعن الكل حطيت صحنات الكل بجنبي وبديت نمسح فيهم بالكعبة نحاول اني نشفهم مليح مليح. ومن بعديك باش نرجعهم في بقعتهم هكاك يبداو منظمين ونلقاهم نظاف وامورهم واضحة. نشفت المغارف كيف باش نرجعهم في بقعتهم. هو راو كل واحد وكيفاش عنده الطريقة متاعو بعد شقان الفطر. فما اللي يغسل الماعن فما اللي يخليهم ما يغسلهمش وقتها وكل. اما الحقيقة انا هذه طريقتي وننصحكم بالحق جربوها. اغسلوا ماعنكم رجعوهم لبقاياكم وحاولوا قبل ما تشقوا الفطر نظفوا الكوجينة مليح مليح، اغسلوا الماعن هيكم اللي ديجا تمسخوا ورجعوهم لبقاياهم وخليوا جوست بعد شقان الفطر كل الماعن هيكوما
باش ما تتعطلوش انتوما اللي مثلا ماشي يصلي التراويح والا عنده ما يعمل، هكا ما يشدش برشا وقت في الكوجينه، مش باش يقعد ليله كامله هو يغسل في الميعان. رجعت الكيسين كيف كيف، وبعديك لهناك جيت عملت مسحه للكوجينه. هكيك ان شاء الله صباح تلقاوها نظيفه. ما تنسيوش باش تحطوا لي جيم على الفيديو وابوني على القناه كنكم جدد معايا. ونحب نشكر كل عبد يكتب لي كومنتير ويقول لي كلمه حلوه. يعطيكم الصحه. لهناك سي بون، حبيت نوريكم كيفاش فرغت الكومه متاع الماء الكل فرغ ورجع البقط، والحوض متاعي نظيف واموره واضحه. لهناك قلنا خلينا نعملوا قهوه، انا الحقيقه عملت قهوه عربي لزوم السهريه هكا مع حويجه حلوه وكاها، وباش نمشي نقعد. اكيد صليت صلاتي وكل شيء. هاوكا اليوم عايشتكم نهار من نهارات سيدي رمضان باجواء الكل، بتحضيرات الطاوله حتى من المدفع صورته لكم. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش باش تحطوا لي جيم على الفيديو